صباح الزهور مصطفى ود المامور. زهرك زورة وجميلة لم تمسها دب الأنامل، وردة كوكسينية وبديعة حازت الكاس في الخمايل. الورود رشفت رحيقة وعشرقت حليق العسايل. ايه علاقتك بورودي غير تميس ليها وتمايل، غير تميس ليها وتمايل. الورود عارت رحيقة وعشرقت حلق العسايل. صباح الزهور مصطفى ود المامور. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله والحمد لله. نحن الليلة مع الحلقة رقم 172 وبنواصل زي ما عودناكم. بداية الحلقة دايما بنديكم أبيات من الشعر وردية. الليلة أخذت أبيات من شاعر الطبيعة مصطفى بطران، بيقول: النسايم لو غادية أو رايحة بين ذا الأزهار والعبير فايحة، والسواقد إن بين غمت الحن صوتها كالنايحة، والطيور تختال في الغصون ساطحة. أطرد الأحلام يا جميل واصحى، قم نقضي الليل في ضفاف النيل ننشد الفسحة. شوف جمال الليل يا جميل واصحى. موضوعنا الليلة عن زراعة الأصص. إخواننا، زراعة الأصص دي عملية فيها خطوات، أنت قد تسمعها تشوفها بسيطة جدا، لكن والله لو أي خطوة نسيتها يعني ممكن يموت لك نبات. وثانيا لازم أنت تعرف الطريقة، لأنه أرخص طريقة أنك تشتري الأصص من مصادرها وتشتري النباتات من المشتل من مصادرها وتجي تعمل العملية دي براك في البيت، بتكون أرخص طريقة. فعشان كده خلي بالك معاي من الخطوات. أول حاجة اتأكد أنه القصيصة فيها الفتحات من تحت بتاعت الفايض. الطبقة السفلى دي قبل ما تخد تراب خد فيها قطع بتاعت فخار مكسور أو حصى حصحص. طيب، نمرة 2، خد نص القصيصة دي خد فيها تراب البحر، ويفضل دايما تراب البحر اللي بيكون مخلوط بالسماد العضوي والرمل. طيب، بعد كده أملى القصيصة دي وهي فيها نص تراب بالموية قبل الزراعة. العملية دي مهمة جدا لأنها بتثبت الجذور بعدين بعد الزراعة، وبتمنع تكوين الفراغات الهوائية. الفراغات الهوائية دي يا أخواننا يعني بتمنع الجاذبية الشعرية، والجاذبية الشعرية دي زي ما قلنا في حلقات صباح الزهور الفاتة إنه هي دي الآلية اللي بيشرب بها أي نبات، انتقال الماء من أسفل إلى أعلى. عشان كده لو في أي فجوة هوائية أو فراغ هوائي قد يمنع الجاذبية الشعرية ويمنع وصول الموية للنبات، رغم أنه أنت زاقي وكاب بمويتك. بعد كده خدت النبات في منتصف القصيصة فوق التربة اللي أنت كنت خدتها دي، يعني حتى لدرجة أنه الموية الزايدة دي تتدفق من القصيصة. بعد كده كمل التراب بالأجناب وأضغط بالكفتين بتاعت يدك، وضيف طبقة رقيقة من التربة لغاية ما تغطي التربة القديمة بتاعت تربة الجبال نبات من المشتل. أضغط بعد كده بكفتين يدينك ضغط خفيف على تربة القصيصة عشان تثبت التربة حول النبات وتطرد الجيوب الهوائية. بعد ده أروي رية الزراعة واللي هي أغسل النبات وخدته في المكان اللي انت بتراه مناسب مفروض تتخطى فيه القصيصة والنبات. واتأكد أنك عملت الخطوات دي بنفس الترتيب. زهرة الصباح الليلة الفجيرة، وتعودنا كل زهرة من الصباح تدينا حكمة أو تدينا معلومة أو تدينا اسم وردي. فالليلة الفجيرة
ادتنا معلومة قالت الإنسان بيحتاج ل10 كوبايات موية في اليوم. كوبايات شوب يعني في اليوم. وبتقول لكم الفجيرة إنه ال10 كوبايات موية دي بتقلل التعب. احنا بنحس بإجهاد شديد جدا جدا في خلال اليوم يعني. دي بتقلل لك التعب وبتزيل الشوايب من الدم والجسم وبتمنع الإصابة، ودي أهم حاجة، تمنع الإصابة بأمراض الكلى. والأهم منها أنها بتحسن النشاط العقلي. مع تحياتي وربنا يمتعكم بعقولكم. مع تحياتي صباح الزهور مصطفى والدلمامور. زهريك زورة وجميلة لم تمسها دب الأنامل، وردة كوكسينية وبديعة حازت الكاس في الخمايل. الورود رشفت رحيقة وعشرقت حليق العسايل. ايه علاقتك بورودي غير تميس ليها وتمايل، غير تميس ليها وتمايل. الورود عارت رحيقة وعشرقت حلق العسايل. صباح الزهور مصطفى والدلمامور.